الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وبارك عليه. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة دايما ان شاء الله. النهارده هنوزن عمر الفراخ. النهارده بتاعتنا ان شاء الله هتبقى عمرها كده ان شاء الله شهر. هنشوف ميزانها ايه. وعلى الطبيعة يا جماعة، في ناس بشوف فيديوهات لها بيوزنوا الفراخ الاقيها 2.5، الاقيها 2.25. هنوزن ونشوف فعلا الكلام ده صح ولا لأ. انا جايباهم يوم 27 الشهر اللي فات، 27/10. النهارده ان شاء الله 26. طبعا الشهر اللي فات كان 31، يبقى كده ان شاء الله النهارده اليوم ال30 لهم. ان شاء الله هنوزن كده مع بعض ونشوف الفراخ معانا جايبه موازين ايه. وطبعا كل الفراخ ما بتبقاش ميزان واحد. اي دوره معاكي مش هتبقى الفراخ كلها ميزان واحد. تمام. كمان معانا النهارده ان شاء الله هبدأ معاهم او بدأت معاهم خلطات لزيادة الوزن برضو، عشان ان شاء الله آم، يعني 4 5 ايام كده نبدأ ان احنا نذبح منهم. وجزء ان شاء الله هبيعه وجزء الباقي هيسيبه لبيتي. فان شاء الله كده انا بدأت خلطات لزيادة الوزن، منها واحدة النهارده كده ان شاء الله هوريها لكم. طبعا كلنا عارفينها، مش يا جماعة مش اختراع من عندي ولا حاجة، بس احنا بنفكر بعضينا كده. احنا ساعات بننسى برضو. انا كنت بدأت ان انا انسى برضو، لان كنت قعدت فترة ما جبتش فراخ بيضة. فان شاء الله كده نذكر بعضينا كده ونشوف النهارده ان شاء الله كده خلطة لزيادة الوزن. انا حطيت في المية ايه. انا حطيت لهم ميه، جيت طبعا لقيت السقايات فاضيه كده، حطيت لهم. آه وهبدا احط لهم برضو الاكل اهوت. التربيه في البطاريه يا جماعه والله حلو قوي. يعني اللي يقدر ان هو يجيب بطاريه يجيبها ويتوكل على الله. والله تربيتها فعلا جميله وموفره، لا نشاره ولا وجع قلب، ونظافه بقى، نظافه كمان للفرخ معاكي. وكمان بتاخد عدد، يعني هتوفري كمان انك هتجيبي عدد معاكي، عدد فراخ كمان. يعني بسم الله الرحمن الرحيم. البطارية ديت واخدة معايا دلوقتي كام؟ 50 فرخ. البطارية دي بتاخد هي دورين اتنين بس، دور ده والدور اللي تحتيه ده، واخدة معايا 50 فرخ. تمام. البطارية دي عرضها تقريبا يعني 170، 170 او 180 في الحدود دي. يعني 80، اسفة، يا 80 يا 70 على ما اتذكر يعني. الله يبارك له. يعني الجوز اللي عاملها هو خراط وحداد يعني، فهو اللي عامل لي البطاريه ديت. تمام. هتكلفي نفسك في الاول، بس بعد كده هترتاحي. كل دوره هتبقى معاكي دوره حلوه قوي، بتريحك من امراض كتير اهمها الكوكسيديا. طالما ما فيش فرشه تحتيهم اكيد في نظافه على طول باستمرار. وحتى لو هتحط لهم، انا بحط لهم برده جرعه كوكسيديا، بس بحطها للاطمئنان ان هي ايه، ما تتعبش الفرخ معايا ويتنيه معايا كويس الفرخ. خلينا ندخل على الخلطه اللي هنحطها الاول على العلف. تمام. ثواني بس كده اجيبها. الخلطة اللي معايا ايه يا جماعة؟ الخلطة اللي معايا هي عبارة عن بصلاية كبيرة او بصلتين على حسب عدد الفراخ اللي عندك. بصلتين كبار، معايا نص راس توم، ومعايا كمان معلقة كركم. وكمان حطيت عليها ليمونة، قطعت الليمونة بقشرها وشلت البذر منها وقطعتها وضربتهم مع بعض كده في الكبة. تمام. هبدأ ان انا اقلبهم في بعضهم واحطهم للفراخ. تمام. انا هقلبها مع بعضها كده واحطها قدامهم على العلف. طبعا انا كده اتاخرت، هما كانوا بداوا ياكلوا، بس هياكلوها لان ريحتها بتشدهم للاكل، تفتح شهيتهم. تمام. طبعا خلطه البصل والثوم دي دلوقتي بقت معروفه خالص ومشهوره يعني لزياده الوزن كمان. وكمان لو عندهم برد بتبقى كويسه قوي ليهم، فاعمليها. دي تتعمل عادي من عمر 10 ايام للفراخ بتاعتك، وكل ما عودتيهم عليها كل ما هياكلوها معاكي. تمام. انا هحط كمان من تحت اهو على العلف كده اهو. عايزه تقلبيها قلبيها، عايزه تسيبيها فوق كده كده هياكلوها ان شاء الله باذن الله. اهو على العلف اهو، فوق العلف بتاعك كده. دي خلطه لزياده الوزن، ان شاء الله هنعمل خلطات جايه برضو كمان لزياده الوزن.
اروح بقى للي هناك دول احط قدامهم كمان. دي بطاريه برضو يا جماعه اهيت، بس البطاريه دي 3 ادوار. معلش يا جماعه الاضاءه، بس احنا كده يعني قربنا من المغرب فالاضاءه مش قد كده، عفوا يا جماعه. دي 3 ادوار، انا حاطه بس في دور واحد عشان العدد مش مستاهل يعني، بس ان شاء الله ممكن ايه ممكن ننقلهم تاني يعني. انا حطيت لهم برضو العلف اهوت، احط لهم بقى اللي باقي، البصل والثوم اللي باقيين دهوت اهو كده. يعني هحاول افتح الشباك كده شويه عشان تبقى الاضاءه كويسه معانا. وطبعا الكهرباء قطع دلوقتي، فانا برضو مش عارفه ان انا ايه النور. تمام، انا فتحت الشباك شويه. تمام كده، انا حطيت البصل والثوم على العلف. هجيب بقى الميزانه كده عشان نوزن معانا الفراخ. اتمنى اللي بيشوف الفيديو ومعايا لحد دلوقتي كده يشترك في القناه، ان شاء الله القناه تكبر بيكم ومعاكم باذن الله. مش هتندموا ان شاء الله ان انتوا اشتركتوا في القناه بتاعتي ان شاء الله. تشتركوا في القناه وتفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك مني اي فيديو بعمله جديد، يوصلك على طول باذن الله. تمام، كمان يا جماعه ضغطه لايك منكم مش هتكلفكم اي حاجه، بس بالعكس هترفع الفيديو وتفرحني انا كمان. تمام، يا ريت تضغطوا لايك وما تنسوش. يلا انا مستنياكي اضغطي لايك قبل ما تنسي. تمام، خلاص كده انا هبدا ان انا افتح الميزانه، ونبدا ان احنا نوزن الفراخ ونشوف ميزانها قد ايه. بالله يا جماعه انا جايباهم يوم 27 في الشهر اللي فات، وهنوزن النهارده اليوم ال30، النهارده 26 في الشهر. تمام، ده ما كنتش غلطانه يعني، بس النهارده 26 في الشهر، هنشوف كده يبقوا شهر بالظبط. انا بحسب كمان اليوم اللي انا جايباهم فيه، يعني اليوم اللي انا جايباهم فيه انا حاسباه، انا جايباهم يوم 27 وحسبت يوم 27. تمام، هنفتح الميزانه ونشوف الميزان معانا الفراخ دلوقتي قد ايه. ثواني كده اجيب الميزانه. انا كده يا جماعه جبت الميزانه معايا، الميزانه مصفره اهيت معايا. تمام، الكيسه كده انا كنت حطاها عشان الميزانه يعني تبقى احافظ عليها شويه يعني. تمام، مصفره اهيت يا جماعه. انا جبت دلوقتي 4 فرخات جنبي اهمت. تمام، ما نقيتش الكبيره يا جماعه. تمام، انا نقيت واحده كبيره او يعني 2 موسطنين كده، وجبت كمان 2 صغيرين، وهنوزنهم كلهم مع بعض عشان ابقى لما كل الايه معدل الوزن عندي كله. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم، الله اكبر. ثواني يا جماعه بقى عشان ايه احنا ماسكين كده وبنوزن مع نفسنا. بسم الله الله اقف كده بس كده. ثواني، دي طبعا الصغيره اهي. بصوا يا جماعه دي كام كيلو؟ 740، يعني نقدر نقول عليها 2 الا ربع. تمام، نجيب واحده تانية، نجيب واحده تانية، نجيب الكبيره اللي انا حاسه انها كبيره يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. دي كام يا جماعه؟ كيلو 915، يعني قولي كيلو 2 كيلو ناقصه 100 جرام، 2 كيلو ناقصه 100 جرام. تمام، تعالي ناخد كمان. بسم الله، اقفي بس اقفي. بسم الله، كيلو 865. تمام، طيب خلاص، هو فاضل كده واحده بس هي بعيد البعيد، انا اروح اجيبها. دي اصغر واحده كانت جبتها يعني معاكم، ديت كيلو 465، نخليها انها كيلو ونص، كيلو ونص. طيب انا دلوقتي لقيت كيلو 450، ومعايا 2 الا ربع، ومعايا 2 الا 100، ومعايا كيلو 850. اقدر اقول ان معدل الوزن عندي 2 الا ربع. تمام، مشايل بعضه 2 الا ربع. تمام كده، انا بالنسبه لي الحمد لله اللهم لك الحمد، الوزن بالنسبه لي كده مرضي جدا الحمد لله. طبعا هيبداوا ان شاء الله لما يكملوا كده، احنا كملنا كده شهر، من يوم واحد يعني 31 بقى تبدا الفراخ معاكي تشيل وزن اكبر، كل يوم تشيل من 100 ل 120 جرام. تمام، انا معلمه هنا فرخ ربطاه كده من رجله، كل يوم بشوف ايه الوزن بتاعه زاد قد ايه.
تمام. من قبل ما يكملوا الشهر انا لقيت فعلا بيزيد 100 جرام وزياده عن 100 جرام كمان في اليوم. تمام. من اول ما الفراخ معاكي يكمل شهر يبدا ينطق في الوزن معاكي. بعد الشهر الفراخ البيضه بعد الشهر تبدا تشيل معاكي اوزان. خلاص احنا كده عرفنا وزن الفراخ معانا. تمام كده خلاص الميزان. شكرا. خلاص يا جماعه يبقى احنا كده النهارده وزننا الفراخ بشهر معانا وعملنا خلطه لزياده الوزن اهيت. يا رب يا رب يا رب اكون افدتكم ولو بمعلومه بسيطه واكون دايما صادقه يا رب معاكم. بتمنى الاشتراك في القناه وتنزلي تضغطي لايك، اهم حاجه تضغطي لايك وتحطي لي تعليق تحت الفيديو. اي سؤال اي استفسار عليك للفيديو ان شاء الله اجاوب عليكي. ويا رب اتمنى ان انا اكون يعني عند حسن ظنكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان شاء الله انتظروا مني فيديوهات جايه جديده ان شاء الله باذن الله واشتركوا في القناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.